الولاد كلهم بيحبوا الكريب جدا، فانا قررت بقى اعمل لهم الكريب في البيت. وهقول لك يا ست الكل على طريقة حلوة قوي للكريب، والعجينة بتاعته تطلع معاكي مظبوطة. وكمان تقدري تحشي الحشوة بتاعتك دي في سندوتشات عيش بلدي وهيطلع معاكي برضو جميل جدا. لو اول مرة بتشوفيني، انا اسمي امنية ودي قناتي، واتمنى تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. جنب بقى شوية مخلل، وبقى عشاء سريع وسهل جدا وبسيط. ما تنسيش اللايك والشير كتير عشان المعلومات توصل لغيرك. يلا بقى هنبدأ مع بعض في طريقة الفاهيتا. أنا هعمل فاهيتا الدجاج النهاردة بنص كيلو من صدور الدجاج أو من صدور البانيه. قطعتها كده زي ما انت شايفة، قطعتها قطع صغيرة أو يعني شرايح رفيعة كده، يعني على قد ما تقدري تخليها شرايح سمك مثلا 1 سنتي. تمام. ونزلت عليها بكوباية من الزبادي البلدي بميتها بكل حاجة. على فكرة مية الزبادي دي مفيدة جدا جدا. وبعد كده هننزل عليها كمان بشوية صغيرين كده من الحليب، يعني حوالي معلقتين كبار من الحليب. والبهارات بقى اللي هننزل بيها، يعني معلقة من الفلفل الأسود، معلقة ونص من البابريكا والمدخنة، ومعلقة توم بودرة، ومعلقة بصل بودرة. ولو ما عندكيش بابريكا مدخنة هاتي بابريكا العادية اللي احنا بنجيبها من عند العطار. هنقلب الكلام ده كله ونمكسه كده مع بعض، وما تنسيش طبعا الملح. وهنسيبها كده على جنب لحد لما نعمل العجينة بتاعة الكريب. هنجيب الخلاط بتاعنا وهننزل فيه بأدي 1 كوباية من الدقيق، وادي 2 كوباية من الدقيق. نزلي الدقيق كويس جدا. وكمان هننزل بعدد 2 بيضة. وهننزل بكوباية من الحليب. تقدري تستغني عنها وتخليها كوباية من المية، بس أنا قلت عشان الولاد يعني أكرمهم وأعمل لهم كوباية لبن وكوباية مية. زي ما شفتي كده أنا ضفت بعد كوباية اللبن كوباية كمان من المية، تقدري تستغني عنها وتحطي كوبايتين مية. بعد كده ضفت عليهم معلقة ونص كده من الملح، طبعا الملح هنا تظبطيه. وهنضيف حوالي معلقتين صغيرين من الزيت، ويكون زيت نباتي نوع نظيف. ضربناه في الخلاط لحد ما القوام بتاعه بقى بالشكل ده زي ما حضرتك شايفة كده. هنجيب بقى طاسة على النار وندهنها دهنة زيت كده خفيفة، وهنبدأ ننزل بالكريب ونعمل ايه زي ما حضرتك شايفة كده، او تحركي الطاسة بتاعتك جميع الاتجاهات علشان تعملي شكل الكريباية بتاعتك تبقى مدورة. تمام، نفس الشكل الكريب اللي احنا بنجيبه جاهز من بره. انتي لو شفتي هو بيبقى عنده عصاية كده، خشب مش عارفة اسمها ايه صراحة، بيعمل بيها بتفرد معاه العجينة. هتسيبي بقى العجينة لحد لما لونها يشف. هي دلوقتي لونها أبيض، هتحسي إن لونها بدأ يشف أهو. ما تقلبيهاش إلا لما لونها يشف خالص، علشان لو قلبتيها هتطلع معاكي مش مظبوطة، العجينة هتبوظ وتتقطع. فانت استني عليها خالص. انا هوريكي طراوته وهيطلع معاكي قد ايه جميل جدا. تقدري تعملي كميه وتشيليها في الفريزر بعد ما تسويها. بس اهم حاجه حطي بينها طبقات من ال اكياس البلاستيك عشان ما تلزقش في بعض، وحطيها في الفريزر. طلعيها تبقى جاهزه عندك، وقت ما الولاد يحتاجوا يعملوا كريب يطلعوه يعملوه على طول، مش هيحتاج منك اي وقت ولا اي مجهود. بجد حلو جدا جدا. شايفه خلاص اهي، خلاص لونها شف، ما بقاش لونها ابيض زي الاول. لونها بقى يعني تحسي ان هو قلب على اوف وايت كده. هتبداي بقى تحركيها من الجناب واحده واحده عشان لو لزقه ولا حاجه ما تبوظش منك. وبعد كده تروحي قلباها زي ما شفتي كده. هتقلبيها على الوش التاني، بتاخد حوالي دقيقه او دقيقه ونص هنا، ودقيقه ودقيقه ونص هنا، على نار طبعا تكون متوسطه. ما تكونش حاميه قوي، لو النار حاميه قوي مش هتطلع معاكي كويسه. حسيتي ان هي مستنى عايزه محتاجه تتقلب على الناحيه التانية، قلبيها على الناحيه التانية. بس خلي بالك احنا كده كده هنحطها ونقرمشها على النار بعد ما نحشيها. هتبدأي بقى تقلبي كده. ما تنسيش تصلي على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام في الكومنتات. هنا خلصنا بقى الكميه، بصي شايفه ولا بيتقطع ولا بيجرى له اي حاجه، وطريه ما شاء الله اللهم بارك، في منتهى الجمال. شايفه الكميه دي طلعت معايا ادي 2 3 4 5 6 7 8 9 كريبات زي ما شفتي كده. والكريبايه ما شاء الله زي ما شفتي، انا بصي بوريكي بس طراوته قد ايه هو طري وقد ايه هو جميل، ومش هيتقطع معاكي ولا يحصل له اي حاجه.
في منتهى الجمال. هنيجي بقى للايه فاهيتا بتاعتنا او الحشوه بتاعت الفاهيتا. هنبدا بقى ننزل بالبصل في طاسه كده، وننزل بشويه ماده دهنيه، اي حاجه، زيت او زبده او سمنه زي ما انت عايزه. انا نزلت بس معلقتين من الزيت. بعد كده هنفكفك كده البصلايه. انا هنا كنت عامله البصل جوانح، او يعني قسمه البصل نصين يعني وقطعاه زي ما انت شفتي كده. وبعدين هنزل بقى بفلفل الوان، وهنبدا نقلب مع بعض. عايزه اقولك الوصفه دي بجد حلوه جدا وعمليه وموفره معاكي فوق ما تتخيلي. هتعمليها وهيتبسطوا قوي بيها. هنا بعد ما شوحنا البصل والفلفل لازم نرفعهم من على النار، عشان الفاهيتا بتاعتنا لما ننزلها على الخضار هتنزل المية بتاعتها، وانا مش عايزة كده. انا عايزة انزلها في الطاسة. انا هنا هرفع الفلفل كله من الطاسة والبصل، وابدأ انزل بقى بالفاهيتا كده في طاسة سخنة مكانها. ولازم الطاسة تكون سخنة جدا. تمام. ونزلي بقى يا ستي الفاهيتا او الشاورما، سميها زي ما انت عايزة، بس دي بالنسبة لي هي فاهيتا يعني. هي طعم الفاهيتا بالظبط اكتر من الشاورما، يعني الشاورما بتبقى طعمه مختلف شوية. وهتبدأي تقلبي وتنزلي الكمية واحدة واحدة، يعني ايه، كل ما تحسي ان الطاسة سخنت تنزلي شوية من الكمية بتاعتك. يعني ما تنزليهاش كلها مرة واحدة، علشان لما هتنزل ميتها هتخلي صدور الدجاج تنشف، واحنا مش عايزينها تنشف. واخده بالك، احنا عايزينها تبقى جوسي كده وطعمها حلو. هنبدأ بقى نقلب كده واحدة واحدة لحد لما نحس ان هي خلاص داخلة في التسوية. تكوني انت بقى محضرة جنبك، عايزة تحمري شوية بطاطس كمان تضيفيها، تبقي شغالة برضو، يعني ايه، ما تفضليش قاعدة مركزة مع الفاهيتا بس، لا، عشان تبقي مشغلة كذا حاجة تخلصي بسرعة. لان انا عارفة ان الحاجات اللي هي الفاست فود دي بتاخد وقت اكتر من الطبيخ. يعني احنا لما بنطبخ ما بياخدش مننا وقت كده، انما بقى الفاست فود بياخد وقت شوية في العمايل. بس انا مش عارفة، هنا كنت مستنية طاسة تسخن. بس انا مستنيه معاكم الطاسه تسخن بس كده عشان اقلب، لان انا مش عايزه اقلبها غير لما تكون سخنت قوي، يعني خدت لسعه كده. ايوه، هو ده الشكل اللي انا عايزاه. وخلاص كده ابدا بقى اقلبها وانزل عليها الفلفل والبصل. خلاص هي استوت اهي وتمام التمام. نزلت عليها الفلفل والبصل، هطفي عليها واركنها بقى على جنب. واجيب بقى الكريبات بتاعتي. هاتني الكريبايه نصين زي ما انت شايفه كده بالظبط، مش نصين قوي يعني يعني هسيب حته كده صغيره. وهنزل بالفاهيتا بتاعتي زي ما حضرتك شايفه كده. انا هنا عاملاها على الرخام على طول. وبعد كده هنضيف عليها شويه من الجبنه الموتزاريلا. ومحضره الطاسه بقى جنبي دهنها دهنه زيت، علشان خاطر ايه، هقفل الكريبايه وابدا. بصي هنقفلها ازاي، هنجيب النص ده كده، تلتين ده والتلتين ده يبقى عامل زي شكل القرطاس كده. وهنحطها على الجنب اللي هو مفتوح مش المقفول. واخده بالك. هوريكي واحده كمان. خلاص هنا حطيتها في الطاسه اهي. انا طبعا دهنه الطاسه دهنه كده. هنجيب بقى واحده كمان اهي. بصي سبت جزء شويه، انا مش حطاهم على بعض، يعني انا حاطه ايه، سايبه جزء بسيط كده. هننزل برضو معلقه من الفاهيتا. هنا ممكن تحطي بطاطس، ممكن بقى تحطي اي صوصات انت عايزاها، صوص كاتشب، صوص مايونيز، زي ما انتوا بتحبوا. وبعد كده هنحط شويه من الجبنه الموتزاريلا. انا وريتك واحده كمان اهو عشان خاطر ايه، اسهل عليكي. هتجيبيها، انا عارفه طبعا ان انتي استاذه، بس احيانا الواحد بيحتاج كده ايه للتذكره. بس يا ستي، وهنرفعهم كده على النار. هنعمل بقى الطاسه دي كذا كذا واحده ونرفعهم على النار. المقطع ده ما تصورش للاسف. وهتطلع معاكي كده اللهم بارك. ونسيت اقولك بقى ان انا هنا حشيت شويه من البطاطس وشويه من الشاورما ومن الفاهيتا. وبعدين حمصتهم برضو، دهنتهم دهنه خفيفه من الزيت.